صابر. اللي عملته فيهم مش هيعدي بالسهل. الحرب اللي بدأت دي يا الله ما حدش هيقدر يوقفها. دايما الصراع بين الحق والباطل والخير والشر لا ينتهي، زي صراع صبر المداح والإبليس أو مرضة الجن والشياطين اللي بيتزعمهم فتحي عبد الوهاب والمارد صخر. وبعد ما صابر في الحلقة الرابعة خلاص قرب ان هو يسخر المارد صخر، تراجع في اللحظة الأخيرة. طبعا علشان يسخره لازم يعمل حاجات تغضب ربنا ويكفر بالله سبحانه وتعالى، وده مش طبيعته، وهو إنسان بيحمل دين وبيحارب بهذا الدين هؤلاء الناس اللي بيكفروا بالله سبحانه وتعالى وبيحاولوا يفسدوا في الأرض. وآخرهم إن هم كانوا سبب إن أخت صابر المداح تقتل بنتها، وفي الأخير يعني يوسوسوا لها إن بنتك ما وحشتكيش. طبعا أكيد عايزينها تنتحر، وفي النهاية يؤدي بها إلى الانتحار وإنها تتخلص من حياتها في السجن. لكن صابر المداح بيسعى في النهاية إنه يصل للقوة اللي هيحارب بها هؤلاء الكفرة أو هؤلاء الشياطين، وبيحصل على هذا الجيش، بيجد هذا الجيش في النهاية بعد ما التقى مع محسن محي الدين اللي بيدله على الخلاص في طريقه من هذا الشيطان الأكبر، والتبع بتاعه صخر. في النهاية ده كان مشهد النهاية لما صابر المداح بدأ يصل إلى الطريق في بداية الطريق علشان يعرف يحارب الناس دول ازاي. مش الناس دول، يعني يحارب هذه الفئة اللي سيطرت على عقول كل اللي حواليه، حتى أهله، أخوه وأمه وأعوانهم. وطبعا هؤلاء وأعوانهم مسيطرين على الكل. صخر والشيطان الأكبر اللي هو بيقوم بدوره فتحي عبد الوهاب، والحرب شديدة عليه على صبر المداح. فهل يا ترى الحلقات الجاية هتشهد ايه؟ بالتأكيد هتشهد الصراع كبير جدا، وهيشتد هذا الصراع في محاولة صابر المداح انه يكشف حقيقة هؤلاء المرضى من الجن والشياطين اللي بيحاولوا يفسدوا كل ما في يد صابر من كرامات ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه. ده كانت بملخص الحلقة الخامسة اللي اتعرضت طبعا على شاهد، وهتشوفوها بإذن الله الساعة 8 على قناة MBC مصر. دمتم بخير واستنونا إن شاء الله في اللقاءات اللي جاية.